مساكم الله بالخير جميعا. أهلا بكم في هذا اللقاء الذي نختصه اليوم لهذه الكوكبة الجميلة من الإخوة الضباط المتقاعدين، وبمناسبة مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين الجديدة يقام هذا اليوم هذا الحفل، والذي دأب على إقامة مثل هذه اللقاءات في التواصل الاجتماعي سعادة الأخ الشيخ مشعل مالك محمد الصباح. وهذه الجهود الحقيقة التي تأتي تتويجا لما يحيط في بلدنا الحبيب من هذه اللحمة الوطنية، والتي تجسد بحق هذا الجمع الطيب في الوحدة الوطنية والتي ننشدها جميعا. وهذه الكوكبة من الضباط المتقاعدين الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل رفعة وعزة وكرامة وطنهم ومجتمعهم في مختلف أفرع القوات المسلحة، رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني. فلكم كل التحية والتقدير. وهذا التواصل الاجتماعي الذي ترجمه هذه الليلة سعادة الشيخ مشعل مالك محمد الصباح إنما يأتي أيضا تتويجا لما تنشده القيادية السياسية العليا من الوحدة واللحمة الوطنية بقيادة راعي هذه الأمة وقائد مسيرتها ونهضتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. وأنتم الذين نذرتم أنفسكم وأرواحكم فداء لهذا الوطن، فحق اليوم علينا أن نحتفل ونلتقي بهذه الكوكبة الجميلة من أبناء الكويت. فكل الشكر والتقدير لراعي الحفل الشيخ مشعل مالك محمد الصباح على هذه البادرة الطيبة في سبيل التواصل الاجتماعي المباشر، ليس فقط عن طريق أجهزة التواصل الاجتماعي، وإنما هذا التواصل الاجتماعي المباشر يجسد عن حقيقة الوحدة واللحمة الوطنية. الآن أدعو راعي الحفل الشيخ مشعل مالك محمد الصباح لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا.